تخيل معايا المشهد ده. في واحد عنده امتحان مهم بكرة وسهران طول الليل النهاردة بيتفرج على فيديوهات كتيرة ملهاش أي لازمة، ويوم قايل لك أنا أصلا ما كنتش مذاكر، لو كنت ذاكرت كنت كسرت الدنيا، كنت حليت الامتحان ده بكل سهولة. طب تفتكر هو ليه كان بيعمل كده أصلا؟ السبب هنا ظاهرة نفسية مهمة اسمها إعاقة الذات. يعني ايه؟ يعني مخك بيحط لك عذر مسبق عشان لو فشلت ما تحسش انك قليل او فاشل، ولو نجحت تبقى البطل اللي كسب رغم كل الظروف. ودي خدعة نفسية بيعملها دماغك من غير ما تحس، بتبان في صورة تأجيل او تهرب او حتى تدمير ذاتي بسيط. في مثال تاني، واحد يقدم مثلا على شغل ويجي قبل المقابلة يقوم قايل أنا مش جاهز قوي بس هجرب، عشان لو اترفض يبقى العذر جاهز، ولو اتقبل يبقى أنا جامد حتى وأنا مش جاهز. العلماء درسوا الموضوع ده فعلا لما عملوا دراسة على طلاب في إحدى الجامعات قبل امتحان صعب. طلبوا منهم يختاروا بين حبايتين وقالوا لهم الحباية الأولى هتقوي الأداء جدا والحباية التانية هتضعف الأداء. تخيلوا كده الأغلب اختاروا إيه؟ الأغلب اختاروا الحباية اللي هتضعف الأداء. ليه؟ عشان لو جابوا نتيجة وحشة يعلقوها على الحباية، ولو جابوا نتيجة كويسة يبقوا هم الأقوياء رغم كل الظروف. فهو هنا بيختلق لنفسه عذر مسبق. بس خد بالك، النتيجة الحقيقية اللي انت بعد كده بتوصل لها هو انك مش بترتاح ولا حاجة، انت كده بتعيش على الهامش لما تقعد تختلق لنفسك اعذار مسبقة. مثلا مشروع بتأجله، فكرة ما تبدأهاش، فرصة بترفضها، وكل ده لأنك بتدي لنفسك مخرج قبل ما تحاول أصلا. انت كده بتمنع نفسك من النجاح عشان خايف من الفشل. طب ايه الحل؟ اولا واجه نفسك قبل ما تلاقي لها اي عذر او اي مهرب. رقم 2، اسأل نفسك فعلا هل انا فعلا مش جاهز ولا بخوف نفسي على الفاضي. ورقم 3، ابني على المحاولة مش على العذر. وافتكر النجاح في اي موضوع مش انك تنجح في ذاته قد ما تراكم الحاجات اللي انت بتعملها ستؤدي الى نجاح يقيني. بس ما تخلقش لنفسك مهرب ولا تخلق لنفسك عذر مسبق، لان ده في اعاقة للذات. الخلاصة هنا ايه؟ ان اللي بيكسب مش اللي ما عندهوش خوف، لا، اللي بيكسب هو اللي بيمشي رغم كل المخاوف اللي موجودة عنده من غير ما يقعد يبرر او من غير ما يعطل نفسه بنفسه.